واحد بيسألني الجوانت الاستانلس ده انت جايبه منين وازاي بتلبسه وازاي بتستخدمه وازاي بتلف الاساتك على ايدك. طبعا انا جايبه من القاهره من عند الحاج محمد كفته بتاع السكينه التركي. الجوانت عامل 3200 وشحنه لاسكندريه حوالي 150 جنيه. الجوانت له حزام على معصم الايد وله كبسوله بتتحكم فيه ان انت بتضيقه وبتوسعه من خلال الحزام ده. لو هتلبسه مده طويله اكتر مثلا من 6 ساعات، طبعا انا طول اليوم بلبسه حوالي 12 ساعه، فلازم ان انا البس تحته الجوانتي بلاستيك عشان يريح ايدي، لان ما بقلعوش غير وقت الصلاه او لو هاكل هريح ايدي شويه وبرجع البسه تاني. فلازم تلبس ايه؟ جوانتي بلاستيك. بيتلبس عادي طبعا، هو من حلقات الاستانلس الخالص. وعليك يا باشا، من حلقات الاستانلس الخالص، هو بيتلبس كده وبالحزام ده بتقوم مدخل الكبسوله كده كده تمام. الاساتك بقى، موضوع الاساتك بيتلبس ازاي؟ بتقوم مثلا جايب عدد 5 اساتك ولا حاجه بتلبسهم في ايدك كده بالشكل ده، وبتاخد استك وتقوم لفه كده ومدخله في صابع ايدك. طبعا عشان بيبقى فيه وسع، بيبقى مرهدل فبيضايقك في التقطيع وكده، فالاساتك دي بتلم الايه؟ الصوابع اهو، تقوم لافف كده اهو، ده كده بيلمه خليك ايه؟ تتحكم في ايدك. طبعا لابس جوانتيات كتير تحت، الجوانتيات ايه؟ مضايقاه قوي كده، خلاص بقى زيه زي ايدي كاني مش لابس حاجه بالظبط. 6 ساعات 7 ساعات تلبسه كانك مش حاسس باي حاجه. ولكن الاساتك بقى ايه؟ بتكتر الاساتك، ما تكترش الاساتك قوي عشان الاساتك دي بتحظر الدم. لو حسيت ان ايدك مش احسن حاجه وتعبك، فك الاساتك وراح ايدك وكنت لابسه هيبقى 100 100. طبعا هو امان اهو لدرجه فوق ما تتخيل. امان. اعمل كومنت ولايك، واي حد بيسال على حاجه بعملها.